يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. موضوعنا النهارده ورغم اختلافها او ان احنا هناخدها بالترتيب كده نحاول نرتب الموضوع كده عشان نقدر نستوعبه سوا مع بعض، ولكن هي في الاخر كلها مترابطه. الموضوع بتاع نقابه المهندسين وان هم هيقيدوا الطلبه الفلسطينيين خريجي كليات الهندسه والمعاهد المعتمده في مصر، وانهم ليهم حق مزاوله المهنه، وان الاستثناء الوحيد اللي هو الحصول على الاقامه المسبقه لمده 3 شهور. الموضوع ده اثار جدل الكثيرين في مصر، نظرا كمان ان هم كانوا بيتكلموا على ان خريجين كليات الهندسه المصريه كثيرين، فبيفكروا ان هم يقللوا الاعداد اللي داخله برضو زي ما حصل في كليه الطب. فالنهارده ازاي يعني انا عايزه اقلل الطلبه المصريين وفي نفس الوقت انا بقيد الطلبه الفلسطينيين اللي خارجين من كليات الهندسه، وان بديهم حق ممارسه المهنه، مزاوله المهنه في مصر تتوزن ازاي؟ فالموضوع ده اثار جدل الكثيرين وغضب الكثيرين، ولكن السيد نقيب المهندسين نزل توضيح كده على البوست على الفيسبوك، بوست كده على الفيسبوك يعني، وهوريه لحضراتكم وهنتكلم فيه لانه في نقط مهمه الحقيقه. نيجي بعديها ان في الاسرى المحررين، في خبر برضو عن اسير محرر يلتقي بوالدته ربنا يخليهم لبعض بعد 24 سنه وكان عامل فرحه في مصر. ده برضو من ضمن الحاجات الخاصه بالساده ضيوف البركه اللي موجودين عندنا. نيجي بعديها طبعا مش ناسيين اللقاء العالمي، اللقاء السحابي اللي كان موجود على صدى البلد مع الاستاذ مصطفى بكري وعماد الساعي، اللي اتكلم ان احنا ساكني ارض الحضاره ولسنا اصحاب هذه الحضاره. بعديها على طول الاستاذ مصطفى بكري على ما يبدو ان شايف على السوشيال ميديا طبعا كتير ان الناس بتتكلم لما هو مش متخصص، فانت يعني بيتكلم في الاثار ليه؟ فالحقيقه الاستاذ مصطفى بكري تدارك الموضوع وخلى حد متخصص يتكلم في الموضوع، وبالفعل استضاف الاستاذ ممدوح الضماطي اللي هو كان رئيس قسم الاثار في كليه الاداب وكان وزير سابق فيعتبر متخصص. ولكن الاستاذ ده هوري حضراتكم، وكانت اللي اثارت الموضوع ده الاستاذه شيرين هلال، وخدوا صديقنا الناشط ايمن عملوا كده فيديو توضيحي، لان الحقيقه لما الموضوع بيبقى كتابه بيبقى كتير قوي، فايمن يعني ظبطه كده في فيديو صغير يوضح الاستاذ ممدوح الضماطي بيتكلم فيه. باختصار هو بيتكلم على كتاب هو عامله بيفترض فيه يعني مدى صحه، او هو يعني بيتبنى نظريه ان رمسيس الثاني هو فرعون زي يعني الروايه التوراتيه. بعدها لقاء مهم على سكاي نيوز مع دكتور وسيم السيسي، واتكلموا على الفضائيين والاطباق الطائره والحاجات العظيمه دي كلها. ولكن في نقطه كانوا بيتكلموا فيها الاستاذه فضيله، يعني كانت بتتكلم على الكميته والشيفونيه، وسال الدكتور وسيم اكتر من سؤال، ولكن الحقيقه والواضح جدا السؤال اللي قلته قبل كده او اللي اتسال قبل كده، الكميته وطنيين ولا قوميين؟ وانا كنت يعني او لقيت ان الاجابه الاصح عن ده كله الكميته حراقين. فواضح ان الكميته او القوميين او سموهم زي ما تسموهم، احنا في الاخر كلنا مصريين. ولو كان مصريتي وان انا بقول ان انا مصريه في يوم من الايام تخلي، زي سمعتها كتير طبعا، انت ملحده لابسه حجاب عشان تفتني المسلمين وتحسسيهم ان في مسلمه من الكميته، ولا بتقول انا مصريه مش عربيه. والله لو انتوا شايفين كده فانا كده، انا ما عنديش اي مشكله، وحسابي عند ربنا، حسابي بيني وبين ربنا هو اللي هيحاسبني. فانا مصريه وهفضل مصريه، وحتى لو جيناتي مش مصريه فانا انتمائي في الاول وفي الاخر مصري، فانا هفضل مصريه. ولو بتضايقكم احنا مصريين مش عرب، مصريين مش عرب. فالحقيقه النهارده المواضيع عندنا كلها مترابطه مع بعضها. وطبعا الساده ضيوف بقى البركه اللي موجودين عندنا، البيان بتاع وزاره الداخليه لا يخلو منهم، يعني لوحه الشرف بتاعتهم منوره على طول يعني. وهنتكلم برضو على يعني الموضوع ده بقى اخر حاجه يلفت نظري في اي حاجه، ولكن هي بتبقى دلالات او علامات، وتكرار الشيء دليل على الاستدامه، ان هي دي موجوده. الناس اللي بتقول يعني دي حاجات فرديه، وان اللي بيشمت ولا اللي بيشتم دي حالات فرديه، زي الاخت اللي انا كنت مثبته التعليق بتاعها بتقول الزلزال ده بسبب دعوات السودانيين. يا مستجابه الدعاء، يعني ما تدعي لبلدك احسن يعني، ولا هو يعني ايه باب النجار مخلع فالحين بس في الدعاء علينا، فربنا بيستجيب منكم الاذى للعالم، ولكن مثلا ما فيش استجابه ان انتوا تدعوا لبلدكم تبقى كويسه. هنتكلم في حاجات كتير، فخلينا كده ناخدها واحده واحده. التوضيح بتاع استاذ محمد عبد الغني نقيب المهندسين بيتكلم حرصا على الشفافيه الكامله واطلاع الجمعيه العموميه على كل ما يتعلق بقرارات النقابه. اوضح لكم قرار مجلس نقابه المهندسين بشان قيد المهندسين الفلسطينيين.
قيد المهندسين الفلسطينيين في نقابة المهندسين المصرية بجداول ممارسة المهنة يتم وفقا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك، شأنهم شأن جميع المهندسين العرب أو الأجانب العاملين في مصر. يعني احنا ما بنعملش حاجة مش قانونية، الذين يتقدمون للحصول على تصاريح مزاولة المهنة مع تطبيق القواعد نفسها على مختلف الجنسيات دون تمييز. القانون يجيز منح أي مهندس يمارس عمله داخل مصر القيد في جداول ممارسة المهنة وفقا لشروط وإجراءات محددة نظمها القانون، والنقابة تضم بالفعل مهندسين من جنسيات متعددة، ولا يقتصر الأمر على المهندسين الفلسطينيين وحدهم. الإجراء الاستثنائي الوحيد الذي جرى اتخاذه يتمثل في الإعفاء المؤقت من شرط الإقامة لمدة 3 شهور، مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفي إطار الدور الإنساني والقومي الذي تقوم به الدولة المصرية. هذا القرار يرتبط كذلك بالجهود المصرية المكثفة المتعلقة بملف إعادة إعمار قطاع غزة. دي نقطة مهمة قوي، يا ريت نركز مع بعض فيها، حيث سيكون لمصر دور رئيسي في هذا الملف من خلال مئات الشركات المصرية، بما يفتح المجال أمام مشاركة عشرات الآلاف من المهندسين المصريين في مشروعات إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة. يأتي هذا الإجراء أيضا في إطار دعم الكوادر الهندسية الفلسطينية تمهيدا للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار المرتقبة، بما يعزز فرص التعاون المشتركة في هذا الملف. نقطة مهمة برضو لازم طبعا تبقى مذكورة طالما بنجيب سيرة فلسطين، نؤكد رفض نقابة المهندسين بصورة قاطعة لأي ممارسات أو إجراءات يمكن أن ترتبط بمسألة التهجير أو تؤدي إليها بأي شكل مباشر أو غير مباشر. وقد نظمت النقابة من قبل مؤتمرات كبيرة لإعادة إعمار غزة، ولدينا لجنة دائمة لهذا الملف، وجميع قراراتنا تصدر في إطار الالتزام الكامل بالقانون وبما يتوافق مع الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية. ده كلام السيد النقيب لما جه يتكلم على الموضوع ده، وكان بيوضح ان هو الموضوع ده بيتم طبقا للقانون. وطبعا التعليقات كلها اللي موجودة على البوست اللي موجودة على الفيسبوك، ما انا موجود في السعودية ومقيد في النقابة في السعودية، ما انا موجود في الحتة الفلانية ومقيد، ما في شرط المعاملة بالمثل. ولكن النهاردة لما نيجي نتكلم على هذا الشرط، شرط المعاملة بالمثل، هل تم استثنائه؟ يعني النهاردة هل في مهندسين مصريين هيتم تقييدهم في نقابة المهندسين الفلسطينية؟ هل ده هيحصل ولا تم استثناء هذا الشرط؟ النهاردة بنتكلم على القانون، ولكن احنا بالفعل عندنا بند المعاملة بالمثل. اذا فالنهاردة لما بيجي المهندسين او الكثير من يعني اخواني الهوى بتوع القضية الفلسطينية قضيتي، وانا القضية المصرية هي قضيتي، وطبعا النهاردة احنا واصلين لدرجة الاتهام بالصهيونة. لو انت جيت قلت ان قضيتي مصرية، انا مش قضيتي فلسطين، فتتهم بالصهيونة، دي اسهل حاجة. زي ما اجي اقول انا مصري فيتقال انت كافر، انت ملحد. هي كده في باكج اتهامات موجهة لاي حد. فلو حضراتكم شايفين ان مصر لما تبقى قضيتي وقضيتي الاولى والاخيرة والاهم في حياتي فانا كده صهيونية، فبراحتكم قولوا اللي انتوا عايزينه، ما بقتش تفرق خالص يعني. فالنهاردة طبعا لازم نذكر في هذا البيان ان فين شرط المعاملة بالمثل. النهارده احنا بنقول ان احنا هنقيدهم عشان كمان ندعم الكوادر الفلسطينيه. ايه علاقه ان احنا ندعمهم او ندربهم عشان اعمار غزه كمهندسين فلسطينيين، وان احنا نديهم حق مزاوله المهنه، وان احنا نقيدهم في النقابه؟ ايه علاقه ده بده؟ نقطة تانية مهمة، موضوع إعمار غزة، عشرات الآلاف من المهندسين المصريين. هم المصريين بس اللي هيعملوا إعمار غزة، ولا دي في اتفاقات وفي تبرعات وفي دعم؟ وحتى دول الخليج لما جت اتكلمت في الموضوع ده قالوا هنستثمر في غزة، مش هيبقى فلوس زي كل مرة. ما كان في مدينة أو في كومباوند كده كان معمول مصري قبل طوفان الأقصى، كان مكلف مصر 500 مليون دولار، نص مليار دولار، واتجاب عليه وطيه زيه زي بقية غزة. طبعا ده غير التبرعات وغير الدعم الخليجي وكل ده راح في الأرض نتيجة طوفان الأقصى اللي حماس عملته، اللي موسى ابو مرزوق قال ان هم دول لاجئين، مسؤوليه الامم المتحده مش مسؤوليتنا، الانفاق يعني للمجاهدين مش ليهم. هو دي اللي بيتكلم فيها. فالنهارده هل مصر هي المسؤوله فقط عن اعمار غزه العشرات الالاف من المهندسين، ولا هيبقى في من دول تانية وهيخش ناس تانية وتدخل دولي ودعم دولي والكلام ده كله؟ برضو ايه العلاقه يا فندم ان النهارده حضرتك مثلا كنقيب مهندسين بتقول لنا ان الموضوع يعني ما في مصلحه لمصر، في مصلحه
مصلحة جاية لمصر. طب ما النهاردة ما احنا ندرب الكوادر الفلسطينية والخريجين الفلسطينيين اللي دخلوا كليات هندسة ب70% وبتخفيضات 50% بالنسبة للفلسطينيين، ونسب تانية في الأزهر تصل إلى 100%. فالنهاردة احنا بندعم، مش ما بندعمش، ده غير طبعا المساعدات اللي بتخش والجرحى اللي بيخشوا والأسرى المبعدين اللي موجودين عندنا. فاحنا بندعم بكل ما نملك من طاقة وقوة. ولكن النهاردة لما نكون بنقلل عدد الطلبة المصريين في كلية هندسة، وبندعم بتخفيضات في المجموع وفي الأسعار وفي كل حاجة لجنسيات تانية زي الجنسية السودانية، السورية، الفلسطينية، وكمان نقيدهم في نقابة المهندسين ونقول إن ليهم حق مزاولة المهنة، يبقى احنا كده جايين قوي على أولادنا، احنا جايين كده قوي على المصريين. لان احنا ممكن ندرب هذه الكوادر وكل حاجه بدون القيد في النقابه، يعني اعتقد الموضوع ده سهل. وحتى لما نيجي النهارده نعمر غزه، ما مش هتبقى مصر بس اللي بتعمر غزه. طبعا انتقل السيد النقيب انتقل الى النقطه المهمه جدا، ان احنا ضد اي عمل، او ان احنا لن نسعى ان يبقى في اي عمل انه يكون من شانه التهجير، او ان احنا ندعم التهجير، او ان هم يخرجوا من غزه. طب النهارده حضراتكم المئات الالاف اللي موجودين عندنا من الفلسطينيين، واللي فتحوا قرطاس فلافل، واللي فتحوا بوظه وبراد، واللي فتحوا واللي كل يوم بيتجوزوا، والمدارس الفلسطينيه، واللي بيمضوا على كتب، واللي حاجات كتير قوي. الضيوف البركه اللي موجودين من غزه، طبعا القضيه قضيتي وكل الحاجات العظيمه دي، كده حاجه زي ما كنا بنقولها زمان، الشنطه فيها كتاب دين. فانت النهارده عشان اي حد يسكتك يقول لك القضيه الفلسطينيه وقضيه كل المسلمين وقضيه كل العرب، الحقيقه انا مش شايفه لا مسلمين ولا عرب في الموضوع ده الا مصر حاليا على الاقل. يعني فين المساعدات؟ فين قوافل المساعدات؟ كل يوم في قوافل طالعه وكل يوم في قوافل داخله، وحاجه عظيمه جدا بتحصل. يعني ده غير الاسرى المبعدين اللي ما فيش بورص في العالم رضي ان هو يستقبلهم عندنا، ال 150 اسير اللي كانوا موجودين في احد الفنادق. وطبعا الفندق ده اتصوروا قالوا بعد كده ان في ارهابيين وكانت هتاثر على السياحه المصريه. كل ده لا يكفي يعني. فواضح ان احنا كمان كان المفروض ندخلهم في نقابه المهندسين، زيهم زي نقابه الصحفيين اللي قالت انها هتمنح الصحفي الفلسطيني كل المزايا المقدمه من للصحفي المصري، وده من 2024. فالنهارده نقابه المهندسين، امبارح كانت نقابه الصحفيين. طبعا المواقع بتاعت الاخوان ايتام وارامل البنا وسيد قطب نازلين ان هم منزلين بقى بوستات كتير كده ان هم بيدعموا هذا القرار العظيم، يعني وان هم بيتمنوا ان هو يتم تعميمه. يعني ايه يا فندم يتم تعميمه؟ يعني يتطبق على السوداني زي ما يتطبق على الفلسطيني، ويتطبق على السوري، ويتطبق عليه، يتطبق على الكل بقى، ما مش الفلسطيني بس، ولا البقيه تاتي. وبعد كده يبقى في نقابه اطباء، كل نقابه بقى تدخل كل الجنسيات، والمصري لا حول ولا قوه الا بالله، لا في كاريتاس بتدعمه، ولا في متحده، ولا في مفوضيه، ولا في نقابات بقى هتدعمه. ما احنا بندعم الساده الضيوف البركه اللي موجودين عندنا. من 2024 أعرب مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس الخميس برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين تبنيه للمطالب التي أرسلها الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة لنقابة الصحفيين المصرية بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في 30 مارس ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع التي يمارسها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما ورد في رسالة الزملاء بغزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات التي يتمتع بها الصحفي المصري، على اعتبار أن الصحفيين المصري والفلسطيني أخوة في الدم والعروبة والإنسانية. ولكن هل هتتوقف الطلبات بتاعت البركة الفلسطينيين الغزة أو السادة ضيوف البركة اللي موجودين عندنا لحد هنا؟ لا يا فندم، أنا كنت وريت حضراتكم من كام يوم بيان اتحاد الطلبة الفلسطينيين اللي موجودين في مصر، اللي كانوا بيطالبوا بلجان يعني مهيئة نفسيا عشان الناس اللي طالعة من غزة ظروفهم النفسية صعبة، إن يتم مراعاتهم في التصحيح، إن هم عايزين مجموعات أو دروس تقوية بأسعار رمزية أو مجانية للطلبة الفلسطينيين، وقالوا إن هم هيرصدوا أي مخالفات وإن هم هيتعاملوا مع هذا الموضوع لن يتوقف على هذا. بعد كده ابتدوا يسألوا بقى على كليات الشرطة والحربية، حقهم، حد يقدر يقول لهم لأ؟ على الصفحة بتاعت الجالية الفلسطينية تم الحصول على الثانوية العامة من جمهورية مصر العربية. هل يتم تقديم في كل الكليات والمعاهد العسكرية لأبناء الفلسطينيين المتواجدين خارج البلاد ومقيمين في مصر؟ وإن وجد ما هو رابط التقديم؟ الأسير الفلسطيني صالح القني. التقى الأسير الفلسطيني المحرر صالح القني بوالدته في مصر لأول مرة منذ 24 عام بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل وإبعاده إلى مصر. كان عامل فرح وحاجة زي الفل.
حقهم يدوروا على مستقبل ولادهم، ليه ما يخشوش المعاهد والكليات العسكرية اللي في مصر؟ ايه المشكلة يعني ما يخشوا بكرة يطالبوا، او هم بالفعل طالبوا ان يبقى لهم يعني مجموعة كده، او ان يبقى لهم تمثيل في مجلس النواب. والموضوع ده اللي اثار الغضب الكثيرين من سنتين ثلاثة كده، من 2023 لما السوريين اتكلموا في الموضوع ده، وان هم من حقهم يخشوا كليات الشرطة والكليات الحربية، وان هم يبقى لهم تمثيل في البرلمان. والموضوع ما بينتهيش على كده. وطبعا المفوضية زي ما كانت عاملة استبيان للسودانيين على رغبتهم وعلى مشاكلهم اللي موجودة في مصر، عملت برضو نفس الاستبيان للسوريين، والموضوع مكمل يعني. فحضراتكم النهاردة السؤال المهم: ماذا استفاد المواطن المصري من دعمه للقضية الفلسطينية؟ هنقول القضية إنسانية، وإحنا ما تأخرناش في القضية الإنسانية. مستشفيات وجرحى وعلاج ومساعدات، كل ده دخلنا تخفيضات في الجامعات، دعم الأزهر ليهم، كل ده. ولكن النهاردة هل من الإنساني إن أنا أدعمه على حساب الطلبة المصريين، هو أو أي جنسية، سوداني سوري أي حد، يعني أنا أدعمهم على حساب الطالب الفلسطيني؟ طبعا حضراتكم شايفين نتائج الثانوية العامة السنة دي عاملة ازاي، يعني المجاميع والدنيا ولجنة فقوس، ده غير طبعا الظروف الاقتصادية، رفع الكهرباء اللي هيجي بعديه بنزين، رفع العيش، رفع كل حاجة، المية، شركة المية، كله جاي في السكة. وفي نفس الوقت نلاقي ان في وسط ما كل ده بيحصل، ودعم من هنا ودعم من هنا، ده ان شركة الكهرباء هتحاسبنا بأثر راجع، هتحاسبنا على الفروقات من الشهر اللي فات. يعني احنا لما نيجي ندفع فاتورة 8 هنحاسب على الفرق الأسعار من شهر 7 اللي فات. ليه يا فندم؟ أصل السنة المالية بتخلص في 30/6، فاحنا لازم نبتدي السنة المالية على نظافة. يعني احنا في رفع لا كمان هنحاسبكم بأثر راجع. لما الناس شحنت الكروت وجت حط الكارت، لا الفلوس اتسحبت، ايه ده الفلوس راحت فين؟ اصل انت عليك فرق اسعار من شهر 7 اللي فات. فكل ده، ولما نيجي نتكلم على ان ده يعني احنا بنيجي على حق المواطن المصري، والمواطن المصري هو من تحمل نتيجة او ضريبة الاصلاح الاقتصادي، يتقال الانسانية وانتوا صهاينة، واي حد ما يدعمش الفلسطينيين يبقى صهيوني. ماشي يا عم، لو انتوا شايفين ان احنا صهاينة كده فاحنا اوكي تمام، ما فيهاش اي مشكلة. لما نقول ان المصري اولى، وان مصر اولا، وان قضيتي مصر، فكده نبقى صهاينة. من امتى الصهاينة بيقولوا مصر اولا؟ ده نفسهم يجيبوا عليها وطيها يعني. ما كلام اساسا لا يصدر الا من خرفان. احنا اسفين جدا في الوصف، ولكن معروف عن ايتام وارامل البنة، وانا مش اخوان بس متعاطف معاهم ان هم خرفان يعني. ولكن خلينا نقول برضو ان الموضوع ما بيتوقفش على كده، او دي مش المشكلة. هل اصلا يعني هم جوه مصر ساكتين؟ ما كل يوم والتاني 6 أسر من غزة تقطعت بينا السبل ونحتاج إلى المساعدة. احنا مش هندفع تبرعات لحد، واللي عايز يدفع هو حر. وكل مره بقول، انا بتحدث عن نفسي، انا مش هدفع اي تبرعات ولا اي مساعدات الا للمصريين، الا لمصري اعلمه. المصريين اولى، ظروف الناس صعبه، يعني مش عايزين نقول انهم محتاجين، احنا يعني موظفين واصحاب معاشات ومحتاجين، فاحنا اولى ببعض. فاللي مش قادر او اللي عنده يقف مع اهله، هقول الاقربون اولى بالمعروف، يقف مع اهله. لكن كل يوم والتاني نلاقي نازل تبرعوا، وانا من غزه، وانا مش عارفه ايه، وبقت حاجه كده زي ما تقول ايه، انا من غزه فانت مفروض عليك تدعمني، انا من غزه فانت لازم تدعمني. لا، انا هدعم المصري، الاقربون اولى بالمعروف. وبعدين في سؤال برضو مهم جدا: هل الناس النهارده اللي اتفتحت ليهم البلد وبندعمهم وبنعمل لهم تخفيضات وحاجه بصراحه مثيره للحزن قوي، يعني هل يستحقوا ده؟ هل الناس دي في يوم من الايام لو حصل لا قدر الله حاجه في مصر هيتضامنوا مع المصريين؟ لما المسيره اتضربت شمتوا فينا، لما الزلزال حصل شمتوا فينا، وكمان بيدعوا علينا زي الاخت اللي كانت بتقول ان احنا دعوه السودانيه اللي قالت يحصل لكم زلازل وبراكين. طب ما انتوا بلدكم خربت بايديكم في حرب اهليه من غير اي كوارث طبيعيه، قضاء الله وقدره بقى من دعواتكم. طب لما انتوا شاطرين قوي كده ودعوتكم مستجابه وباب السماء مفتوح، طب ما تدعوا لبلدكم، ما تدعوا لبلدكم حقيقي يعني. ويطلع لنا كل يوم والتاني فيديوهات من اللي المصريين عملوه في السودانيين. انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، انتوا سبب خراب بلدكم. ولكن الاشكال العرة الجرابيع حسالة القوم امثال اللي بيتكلم ده ملهوش عندنا الا بلاش نقول. يا مصر بتعمليها ازاي؟ طبعا الزلزال اللي قام في مصر ده الشعب المصري قال بسبب السودانيين والسوريين والفلسطينيين. طيب اذا كان عمر بن الخطاب قال وما اهتزت الارض تحت قوم الا كسرت ذنوبهم، ورب العالمين قال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. رب العالمين اوحى الى الارض ان تهتز، واهتزت بكم يا ابناء فوزيه. طبعا الارض المصريه اليوم هزت خصرها كده، قالت حبيبي تجي كده قرب بص وبص. طبعا دي الارض المصريه طبعا كالعاده هي ذات ما قاعده تحت المصريين، وهي طبعا اتعودت الرئيس
طيب قبل كل شيء يا الشعب السوداني خلوكم سامعين للمصري ده تمام وانجوكم راجعين. السبب الحقيقي ورا الزلزال اللي حصل في مصر النهارده هم السودانيين والسوريين والفلسطينيين اللي موجودين في البلد. فبعد اذنكم يا كميته اطلعوا بسرعه ورا بعض وقولوا ان السبب هم السودانيين والفلسطينيين والسوريين، هم اللي سببوا الزلزال واي حاجه طبيعيه طبعا كلكم سامعين يا ابناء الحرام السودانيين اللي قاعدين مكرهيننا ان مصر اخت بلادي ومصر ام الدنيا ومصر طز في مصر. طيب اذا كان المصريين قاعدين يقولوا انتوا سبب الزلزال، المصريين كالعاده يا اهل الخير، المصريين كالعاده يا اهل الخير قاعدين يسرقوا اعضاء الناس، المصريين كالعاده قاعدين يقتلوا الناس، المصريين كالعاده قاعدين يزنوا، يقولوا لك الزلزال بسبب السودانيين وبسبب السوريين وبسبب الفلسطينيين. السودانيين اشرف منك يا ابن فوزيه، السوريين اشرف منك يا ابن فوزيه، الفلسطينيين والله العزبهم والله كلنا بننتمي الى فلسطين، فلسطين هي قضيه كل الامه الاسلاميه. فهذول كلهم اشرفوا منك لانه الفساد انتم مستحمين به حمام. زلزال بسبب افعالكم القذره، بسبب قتلكم للابرياء وقتلكم للشعب السوداني ومستمتعين بقتل الشعب السوداني. قبل كم اسابيع تمام قتلتوا ابناء شمال الوادي، قتلتوهم بدم بارد تمام ونسيتوا. انتوا نسيتوا ان الدنيا دواره، ان نسيتوا كل ساق يصغى بما سقى، انتوا نسيتوا دعوه المظلوم مستجابه. عشان كده انه رب العالمين قنع منكم نهائي، قال ديل خلينا ادوهم بس وبس. واللي بيقولوا ان مصر ذلتهم، الحدث السوداني منزل خبر بيقول لك فصول تعليميه 25,000 نازح بمخيم العفاط بالشماليه. فالناس اللي في السودان او في الشمال بيقول لك ايه، خبر افتتاح فصول تعليميه مع وجود 25,000 نازح بمخيم العفاط يثير تساؤلات مشروعة حول أولويات التنمية والعدالة في الولاية الشمالية. فلا أحد يعترض على حق الأطفال في التعليم، لكن لماذا تقام المشروعات والخدمات في أرض يعاني أهلها من التهميش، بينما يشعر كثير من السكان الأصليين بأن احتياجاتهم لا تحظى بالاهتمام نفسه؟ الشمال للشماليين، سمعتوها يا سودانيين؟ الشمال للشماليين. كما ان دارفور لاهل دارفور، فمن عاش سنوات طويله يدافع عن الارض ويعتبرها حقا تاريخيا مثل ابناء دارفور، لا ينبغي ان يقبل باي سياسات تمهد لتغيير الواقع السكاني في ارض غيره. اين حق اصحاب الارض الحقيقيين؟ وأين العدالة في توزيع الخدمات؟ ولماذا لم تنفذ مثل هذه المشروعات داخل دارفور بالقدر الذي يجعل أهلها يستقرون في مناطقهم قبل الحرب وبعدها، بدلا من ترك انطباع لدى أصحاب الأرض الحقيقيين بأنه تغيير ديموغرافي وسياسة فرض الأمر الواقع، مما ينقص من حقوقهم في التنمية والإعمار لأبناء الشمال المهمشين. الضيافة والإجارة من شيم أهل الشمال، لكنها لا تعني التنازل عن الأرض للآخرين أو التفريط في الحقوق. تاني الجملة دي عشان عظيمة جدا. الضيافة والإجارة من شيم أهل الشمال، لكنها لا تعني التنازل عن الأرض للآخرين أو التفريط في حقوق أهلها. واحترام حقوق السكان الأصليين يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع احترام كرامة وحقوق كل النازحين، لأن العدالة لا تتحقق إذا شعر أي طرف بأن حقوقه وهويته ووجوده على أرضه مهددين. هل ديل من دارفور؟ هذا الخبر يأتي بالتوافق مع عقد الآلاف الزيجات لضيوف موجودين داخل أرض غيرهم. هل ده طبيعي؟ ومن الممول؟ والبلد في حالة حرب، ما الاستفادة من عقد زيجات للنازحين؟ مشروع تنفيذ مخطط دولة الزغاوة الكبرى يحدث الآن. ايه رأيكم يا مصريين؟ بلاش يا مصريين، ايه رأيكم يا سودانيين؟ ده كلام الشماليين زعلانين من بتوع الغرب الزغاوة اللي رايحين ياخدوا حقوقهم. قالك الجارة وان انا اجيرك وان انا اساعدك ما يعنيش ان انت تيجي تاخد ارضي. متضايقين من الزيجات بتاعت النازحين، واحد طالع من حرب صحيح جاي يتجوز. هو مش ده برضه بيفكرنا باللي يحصل عندنا في مصر؟ الحفلات العرة بتاعت جنوب السودانيين، الاشكال الغريبة اللي بتطلع لنا، هل دي الاشكال دي يعني طالعه من حرب، طالعه من كرب، ولا جايين انا اسفه يعني يسكروا ويترقصوا ودعاره وقرف؟ لدرجه ان الناس قريه في النوبه منعت حفلات الافارقه لانهم بيرموا الزباله في النيل والكلام ده كله، فراحوا منعين حفلات الافارقه. النوبه اللي انتوا بتقولوا مش مصريين شافوا اللي احنا بنشوفه، لان احنا واحد. نوبة فاحنا مصريين، صعايدة فاحنا مصريين، فاحنا كلنا شايفين الهم ده. فالنهاردة بتوع الشمال عشان هيعملوا فصول 25,000 طفل نازح سودان غرب زغاوة، فهم بيقولوا ان ده ارضنا، ارض الزغاوة الكبرى بيتم الان. هم خايفين على نفسهم، قالك وجودك بيهدد وجودي وبيهدد ارضي وبيهدد هويتي وبيهدد ديموغرافيتي. انتوا في السودان بتقولوا كده، ولكن احنا لما نيجي نقول كده كمصريين
تيجي واحده زي الزوله اللي قالت لي احنا بندي عليكم السلاسل والبراكين، ما ادعي لنفسك، ادعي لنفسك. العيب منكم بتجيبوه فينا، يعني زي المثل المصري اللي فيها تجيبوا فيك. يعني اتمنى تكونوا فاهمين. يعني فحضراتكم النهارده ده اللي بيحصل في السودان نفسها. ولكن تعالوا تاني نرجع لاستاذ عماد الساعي واللي حصل بقى، اللي بيحصل عندنا في مصر. احنا بيتم الترتيب لحاجات كتيره جدا واحنا بندعمها. بعد اللقاء بتاع الاستاذ عماد الساعي اللي قال احنا ساكني ارض الحضاره مش اصحاب الحضاره، جه بعديها الاستاذ مصطفى بكري تقريبا حب يظبط الموضوع، فجاب الاستاذ ممدوح الضماطي. اتكلمت زي ما بقول لحضراتكم على الموضوع ده الاستاذه شيرين هلال، وخدوا ايمن عملوا فيديو كده قصير يوضح فيه الموضوع. تزييف التاريخ عين عينك، كارثة بتتعرض على شاشاتنا. يا جماعة اللي بيحصل ده مش مجرد غلطة إعلامية، دي كارثة مكتملة الأركان. بدل ما برنامج مصطفى بكري يطلع يصلح الكارثة اللي عملها في حلقة 23 يوليو لما سلب من المصريين حضارتهم، بنتفاجئ بيهم يوم 30 يوليو جايبين ضيف بيكمل نفس المسار وبيمرر أجندات تخدم جار السوق على شاشاتنا وبإيدينا. إزاي بنسمح بالعبث ده في تاريخنا؟ الضيف المرة دي مش أي حد، ده دكتور ممدوح الضماطي وزير آثار أسبق، طالع بكل بساطة يروج لكتابه اللي بيحاول يثبت إن رمسيس الثاني هو فرعون الخروج وبيمشي ورا الرواية التوراتية. انتوا متخيلين المصيبة؟ الصهاينة بقالهم سنين بيلهثوا عشان يطوعوا علم الآثار ويثبتوا أي حق تاريخي مزيف ليهم في أرض مصر. هم عايزين يحولوا الأساطير لواقع ملموس عشان يطالبوا بتعويضات ويثبتوا هويتهم المزعومة، ونقوم احنا نأكد لهم كلامهم؟ لو شغلنا العقل ورجعنا للقرآن وللعلم هنلاقي إن الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. القرآن الكريم بيحسمها، ربنا قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ورمسيس الثاني تحديدا هو أكتر ملك مصري آثاره ومعابده صامدة وموجودة لحد النهاردة. تشريح الموميا بيكذبهم. رمسيس الثاني مات وعمره 92 سنة بأمراض الشيخوخة، مش غرقان في البحر، ده ظهره كان منحني لدرجة إن المحنطين اضطروا يكسروا عموده الفقري عشان يعرفوا يحنطوه. سجلات التاريخ مفيش بردية واحدة ولا أثر مصري جاب سيرة خروج جماعي ولا غرق جيش ولا حتى الضربات العشر اللي اتذكرت في التوراة. حجة أملاح الغرق، قصة إن الفرنسيين لقوا ملح المغنيسيوم في الموميا وقالوا ده دليل على الغرق، دي حجة واهية جدا، لأن كل عمليات التحنيط المصرية كانت بتعتمد على ملح النطرون اللي بيحتوي أصلا على المغنيسيوم. المصيبة الأكبر بقى إن ضيفنا بيشكر في كتابه عالم آثار نمساوي اسمه مانفريد بيتاك عشان هو اللي أمده بالصور والمعلومات. تعالوا أقول لكم مين بيتاك ده اللي سابوه يقعد 50 سنة يحفر في أرضنا. الراجل ده واخد دكتوراه فخرية من تل أبيب، وكان أستاذ زائر في الجامعة العبرية بالقدس، وعضو في هيئات تحرير مجلات إسرائيلية، وشغله كله بالتعاون مع كبار علماء الآثار الإسرائيليين. العالم ده حرفيا بيخدم السردية الصهيونية. طلع بنظرية خبيثة بتقول إن الإسرائيليين الأوائل استوطنوا كنعان وبعدين هاجروا لمصر وبعدين حصل الخروج. فاهمين اللعبة؟ هو كده بيخليهم أصحاب أرض من البداية ومش غزاة، وبيمهد فكرة إن ليهم حق تاريخي متصل. ده غير انه بيحاول يربط بالعافيه بين الهكسوس وبدو الشاسو وبين اسلاف اليهود عشان يثبت وجودهم في تل الضبعه والشرقيه. الاعلام الصهيوني بياخد ابحاث بيتك دي ويطير بيها في الافلام الوثائقيه عشان يثبتوا حقهم المزعوم. ازاي بقى احنا في اعلامنا المصري وعلى لسان مسؤولين كبار نروج لنفس الافكار اللي بتخدمهم؟ تاريخنا مش مجرد حكاوي، ده امن قومي وهويه، ومش مسموح لاي حد يطوعه لخدمه اجندات مشبوهه. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، وعشان ما اطولش على حضراتكم، اظن يعني الفيديو القصير اللي ايمن عمله يعني واضح، بيوضح الفكرة واحنا رايحين لحد فين. ولكن هل بنقف لحد كده؟ لا، حضراتكم نلاقي ان في لقاء على سكاي نيوز كان مع الدكتور وسيم السيسي، كانوا بيتكلموا على حاجة الفضائيين وما الفضائيين. ولكن نيجي للنقطة المهمة، الكيميتيين، الناس اللي عندهم الشيفونية دي، اللي هما بيقولوا على النقاء العرقي. الحقيقة كلمة النقاء العرقي دي لم تصدر عن أي حد بيتكلم على الحضارة المصرية. احنا قلنا إن احنا امتداد للمصريين القدماء، إن احنا مصريين مش عرب. فبتقول النقاء العرقي، فدكتور وسيم رد عليها إن احنا ما قلناش نقاء عرقي وابتدى يرد عليها. ولكن واضح جدا في الكلام بتاع الأستاذة إن هي بتحاول تثبت بأي شكل إن احنا خلطبيطة، ان احنا بزراميط على كل لون يا باتيستا، انتوا جالكوا الهكسوسي وجالكوا ده وجالكوا ده، طب الجينات، طب العلم، طب ده انت كل كلامك ده كلام مرسل، لكن العلم بيقول 1 2 3. فواضح ان الكميتة مؤثرين، ورغم ان هم مجرد تيار صاعد ولكن تيار قوي، وكل واحد فيه بيمثل نفسه. انا حابه اكد على النقطه دي كويس جدا، كل واحد فيه بيمثل نفسه. وما بنتكلمش في الدين، ما بنقولش ان احنا نقطع علاقتنا من العرب، ما بنقولش ان احنا نستقل كده ونبقى ننعزل عن بقيه محيطنا. احنا كل اللي بنقوله ان احنا امتداد للمصريين القدماء، وان احنا هويتنا مصريه، وان سواء مسلم او مسيحي او نوبي او صعيدي احنا كلنا مصريين، وهنفضل نسيج واحد لحد ما يشاء الله. هناك مجموعة تطلق على نفسها الكيميتيون نسبة إلى كيمت. الكيميتيون؟ أيوة. يعني مش شايف حضرتك إنه في شوفينية؟ أنا أول مرة أسمع عنهم الجماعة دول، يعني معقولة؟ مع أنك الحكاية دي عالم المصريات؟ يعني.
يعني هؤلاء يعني يقال بأن لديهم نبرة لا، بس- شوفينية واستعلاء على شعوب وحضارات أخرى مجاورة. بالسؤال، فكرة النقاء العرقي هناك ليه من يقول شوفينية بأنها ليه؟ غير. هقول لك، يقال أنه فكرة النقاء العرقي التي يدعيها المصريون القدامى غير دقيقة، غير موجودة، لأنه الأسر الحاكمة، أنا بعطيك أمثلة. الأسرة 21 جاءت من ليبيا من أصول أمازيغية. الأسرة من 14 ل 16 وهم الهكسوس جاءت من آسيا وهم من أصول سامية. هناك أسر إغريقية، يعني هناك أيضا أسرة إثيوبية نوبية. يعني حتى المصريين القدامى ما كانش عندهم مشكلة في اختلاط الأعراق. لماذا المصري يعتقد بأن عرقه صافي، بأنه هناك نقاء عرقي؟ ما فيش نقاء عرقي يا دكتور، إيه ردك؟ احنا ما قلناش نقاء عرقي، لا ما قلناش نقاء عرقي. احنا الدراسات الجينيه كلها اللي موجوده واللي احنا ردينا بيها على الافروسنتريك، اولا 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحد، دي نمره واحد. نمره اثنين، 86.6% من المصريين والمصريات يحملون جينات من اسره توت عنخ امون. فاحنا ما قلناش نقاء عرقي، انما الغالبيه العظمى هي من اجدادنا المصريون القدماء. اما مساله ما بنقول نحن مصريون، طب ما الفرنسي بيقول انا فرنساوي والامريكي بيقول انا امريكي والانجليزي بيقول انا انجليزي، اشمعنى دول بقى ما بنقولش عليهم شوفينيه ولا مش شوفينيه؟ انا بقول ان اقرب الناس الينا هي الدول العربيه، وحتى اخيرا صرحت في ندوه تلفزيونيه لا ننسى موقف الملك فيصل في 67 و73، ولا ننسى موقف هواري بوميديان ايضا في 73. انما مش معنى هذا ان انا اقول ان انا عربي، انا اتحدث العربيه، وانا لو كنت عربي بدخل من باب الاجانب ليه في السعوديه؟ ولا بيبقى لي كفيل ليه لما اروح اشتغل في السعوديه؟ تسمح لي فقط، قلت بأنه أغلب المصريين يحملون جينات من أسرة توت عنخ آمون. من يعارض هذه الفكرة يقول بأنه 86.6%. أيوة 86.6، ده رقم كبير. يعني إذا كان في وقتها لما كان أيوة توت طبعا. عنخ آمون موجود، يعني يقال أنه الأسرة كانت أسرة، يعني أخناتون وزوجته نفرتيتي أسرة صغيرة. وقتها المصريين القدامى ما كانوش يحملوا جينات هؤلاء، يعني في وقتها. فكيف تجزم بأنه المصريين الآن يعني يحملوا جينات عيلة توت عنخ جاب آمون؟ جيناته منين؟ ما هي من اللي قبل منه. والناس اللي كانوا عايشين في الفترة كانوا يحملوا أي انا جينات؟ عاوز اقول لك حاجه، دكتور اللي كانوا عايشين أنا في عاوز- فترة توت أنا عنخ عاوز- آمون كان عندهم أي جينات؟ هاي جينات مين؟ جينات مصريه طبعا. لا، ما أنت قلت أغلب المصريين المصريين القدماء اللي قبل منهم. اللي حضرتك بتسالي جايين وما من بتنتظريش. النوبة ومن يا استاذه الدول يا استاذه الإغريقية. فضيله، تفضل استاذه فضيله، أهلا. استاذه فضيله، اديني فرصه بس. تفضل. انا عاوز الناس ترجع بس البحث اللي هو منشور في، مش ده المهم كامبريدج، مارك جوبلينج ولوكا باجاني وكوبرسيل، ويقروا في المجله الامريكيه American Journal of Human Genetics، ويقروا الشابتر Egyptians in all of us along the last 55,000 years. الجينات المصريه موجوده مش بس في مصر، انما في الاسيويين والاوروبيين منذ 55,000 سنه مضت. ده مش البحث بتاعي انا، ده بحث 3 علماء كبار من كامبريدج. طب اقروا الكلام ده يا جماعه. وبعدين انت بتتكلمي على الاسره الكوشيه اللي هي حكمت مصر كم سنه؟ 70 سنه، ودول محتلين، هيعملوا ايه في طيب. الجنس المصري؟ وبعدين اذا كانوا الهكسوس احنا ده اللي عاشوا معانا ما اختلطناش معاهم. لا انت عماله تسالي ومش عاوزه اجابه. لا بالعكس والله يا دكتور. عشان بس تفرضي عليا افكار. تقول بأنه الأفروسنتريك مخطط قولي يا استاذه صهيوني. فضيله. ألا ترى بأنه تفسير طبعاً. كل شيء بالمؤامرة الصهيونية نوع من الكسل الفكري، نوع من لا طبعاً. عدم تحمل المسؤولية؟ اديني بقى فرصه اتكلم بقى، اديني اتفضل. مره اتكلم بس، اديني فرصه اتكلم. انا عاوز الناس ترجع لمارك بلانك انستيتيوت والعلماء اللي جم ودرسوا من 1200 قبل الميلاد لغايه 600 بعد الميلاد، لم يجدوا جين اسود واحد فيك يا مصر. فازاي انتوا جايين يا بتوع ساوث الصحارى تقولوا احنا اللي عملنا الحضاره المصريه دي؟ عاوز الناس ترجع للشغل بتاع ساوث هامبتون يونيفرسيتي مع برشلونة يونيفرسيتي مع بعض، وطلعوا ان الجين الاسود لم يظهر الا بعد 1375 ميلاديه فيك يا مصر. يبقى ازاي دول جايين يقولوا احنا اللي عملنا الحضاره المصريه من اولها لاخرها؟ وبعدين انا كتبت جواب بالانجليزيه لكيتي اسانتي الزعيم بتاعهم، وقلت له هم لما انت بتقول ان الغزاة اليونان والرومان والعرب طردوكم، خدوا منكم اخوكم، ده في ساوث الصحارى كانتريز ما فيش هرم واحد مبني، ما فيش حرف هيروغليفي لقيناه، ما فيش موميا متحنطه بطريقه قدماء المصريين وجدناها،
ما فيش اسم من اسماء قدماء المصريين عندكم. احنا عندنا بنسمي رمسيس وبنسمي تحتمس وبنسمي حتشبسوت ونفرتيتي نعم يا ونفرتاري. دكتور. شوفي، اسرق تاريخ بعد كده اسرق جغرافيا، زي ما عملوا في فلسطين، سرقوها تاريخيا وبعد كده سرقوها جغرافيا. زي ما شفتوا كده واضح ان الاستاذه في فكره معينه، وهو حتى دكتور وسيم قال لها يعني بتمرري افكارك في فكره معينه كده، اللي احنا مش شعب، مش نفس الشعب. والكلمه اللي قالها او الجمله اللي قالها دكتور وسيم في الاخر هي جمله معبره جدا: اسرق التاريخ وبعد كده يسهل اسرق الجغرافيا. يعني انت مش صاحب التاريخ، انت مش صاحب الحضاره، انت مش صاحب الارض، بعد كده اسرق الجغرافيا اللي هي الارض، هسرقها وهتبقى زي فلسطين. فإن كان في يوم من الأيام زي ما بيتقال كتير بقى ان مصريتي وهويتي المصريه، وان انا دايما بقول ان انا مصريه ولست عربيه، مع الاحترام لكل الجنسيات اللي في الدنيا وكل الهويات اللي في الدنيا وكل دول العالم ليهم كل الاحترام، انا هفضل مصريه. ولو انتوا شايفين ان ده خروج من المله او ان انا كده ما بقاش مسلمه وان ده ذنب، فانا مش هعمل حاجه اكتر من ان انا هدعي ان ربنا يغفر لي هذا الذنب. فانا هفضل مصريه لحد اخر يوم في حياتي ان شاء الله باذن الله. فأعتقد أن النهاردة حضراتكم شايفين التسلسل العظيم اللي عندنا. التاريخ بيتسرق، الحقوق بتتسرق، أنا ليا حقوق في البلد دي، ولكن النهاردة أنا بدفع ضريبة إصلاح اقتصادي، بدفع ضريبة بنية تحتية، بدفع ضريبة تطوير، بدفع ضرائب كتير قوي، كلها أنا اللي بدفعها. وبيجي فاقدي الهوية، بيجي فاقدي الأرض والوطن بلا وطن، ناس ملهاش وطن. وعلى فكرة هو الكلام ده مش انا اللي قلته، السيد الرئيس السيسي لما اتكلم على الضيوف وليه احنا بنرفض التهجير، احنا قلنا ان النهارده اللي بيخرج من غزه مش هيرجعها تاني، فهيصبح بلا وطن، فعشان كده احنا رافضين التهجير، عشان كمان القضيه الفلسطينيه. فايه معناه ان كل اللي خارجين دول بقى واللي قاعدين والمشاريع والحاجات العظيمه اللي بتحصل دي، هل برضو لا للتهجير والناس دي داخله فتره مؤقته لحين اعمار غزه اللي طبعا كان بيتكلم عليه سياده النقيب؟ طبعا ما فيش اي حاجه، عشرات الالاف من المهندسين. هل في خطة يا فندم لإعمار غزة؟ هل في حاجة كده ممكن نستند إليها لما نقول عشرات الآلاف من المهندسين المصريين هيروحوا إلى غزة؟ وهل مصر بس اللي هتعمر غزة؟ فحضراتكم زي ما انتم شايفين يعني في محاولات لسرقة التاريخ، يجي بعدها سرقة الجغرافيا، يجي بعدها أو موجود سرقة الحقوق، في محو الهوية. كل ده للأسف بيحصل، ولكن هو بيحصل بمساعدة من الداخل قبل الخارج. والدليل طبعا اللقاءين اللي كانوا موجودين مع السيد مصطفى بكري، عماد الساعي والأستاذ ممدوح الضماطي. فالحقيقة احنا مش عارفين نلاقيها منين ولا منين، ولكن كل اللي نقدر نقوله ان لو كلمة احنا مصريين مش عرب بتحرقكم، فاحنا مصريين مش عرب، واحنا أولى بأي حاجة في بلدنا. واعتقد ان زي ما الشماليين بيقولوا ان انت جاي على حقوقي، على ارضي، على هويتي، وانا اولى بده كله، اعتقد ان احنا كمصريين من حقنا نقول الكلام ده كله. وخلينا نقولها زي ما بنقولها دايما: ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم